تحضر الفطار ويبيع الكنافة عنده زباين كتار واسمع في الراديو وحوي 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 رحت يا تعبان وحوينا بضربك يا رمضان وحوي وحوي طول ما نشوفك قلبنا فرحان في الدار خيرك أشكال والوان طول ما نشوفك قلبنا فرحان في الدار خيرك أشكال والوان في الدار. يا مساء السعادة والسكر الزيادة، مساءكم معطر بذكر الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كل سنة وانتم طيبين. هفضل من هنا لغاية آخر شهر رمضان. ربنا يا رب اللهم بارك لنا فيما تبقى من رمضان، ويا رب اللي ما تحققلوش حاجة تتحقق له ان شاء الله، ما يعدي رمضان الا ما يكون متحقق لنا كل امنياتنا. انزلوا حطوا لي اللايك الجميل واشتراك في القناة لو انت مش مشتركة، ويلا ندخل ونسمي الله كده ونقول هنعمل ايه النهاردة. طبعا هنا انا قايمة بعد اذان العصر، ما كنت روقت الشقة وشقتي زي الفل من بره، فطبعا دخلت على السريع كده عايزة اعمل الاكلة المنقذة. هعمل ايه بقى؟ كنتش محضرة اكل من بالليل ولا حاجة، انا حاطة في دماغي مش عارفة اقوم هعمل ايه. فطبعا دي اسرع اكله هتشوفيها في حياتك يعني. هنعمل هنا رز بسمتي وهنعمل كفته. طبعا انا عندي كفته الفراخ في قلب الفريزر متبلاها وفرماها وكل حاجه، يا دوبك هطلعها على الايه يعني هصبعها بس. هنا طبعا جبت بصله مفرومه كويس، وحطيت هنا معلقتين سمنه بلدي، وحطيت عليهم معلقه زيت عشان يدي لمعه بس للرز، ونزلت هنا عليهم بالبهارات بقى اللي هي بتاعه الرز البسمتي، ونص معلقه كركم. البهارات دي بتتجمع العطار، يعني بتبقى بتقولوا له بتاع الرز البسمتي، فبيديها لك بتبقى لها طعم كده، عباره عن مش عارفه حاجه كده، زعفران حاجات كده، بس انا بحب احط بقى الكركم نص معلقه كده. وحطيت هنا 2 ورق لورا وليمونه مجففه واربع عيدان قرنفل. وهنا طبعا ما كانش عندي قرفه، اللي هي العيدان القرفه يعني الخشب، حطيت هنا نص معلقه قرفه. وابتدي شوحيهم بقى التشويحه مع البصله اهم شيء تدبل، ما تصفرش ولا هنديها اي لون. التوابل لما بتتشوح فيها كده بصراحه بتديها طعم جميل قوي. هنزل عليهم هنا بقى يا بشوربه يا بميه. طبعا انا ما بحبش المكعبات المرقه بالرز او في اي حاجه، فانا طبعا استعملت الميه بما اني ما عنديش شرب. في الوقت ده بقى طبعا كنت عامله صوبيا، يعني بوريكم ان انا هنا عملت صوبيا عبارة عن لبن يعني حليب وبودر كده بيتجمع العطار، عبارة عن خلطة من اللبن البودر والصوبيا والكريم شانتيه وحاجات كده، هما بيعملوها خلطة بتبقى جميلة وريحتها تحفة بصراحة، وبسكر، وبنضربها في الخلاط. هنا قلت اصبع بقى احط الكفتة. على ما احطها هنقع الرز، فهنا في الوقت ده كنت قايله لبنتي خش حطي عليه ميه، هي فكرت انها ميه ساقعه، فدخلت لحقت بسرعه ونزلت الميه منه. يعني احنا بنحط الميه السخنه على الرز من غير غسيل ولا اي حاجه. هتغلي هنا ميه في البراد او في الكتل، وتنزلي عليه بميه عادي، تغطي وشه وتحطي معلقه خل عشان تطرهولك كده وما يبقاش ناشف. تعالي بقى هنا وهنسيبه بقى منقوع لمده تلت ساعه، وجربي طريقه الرز البسمتي بالطريقه دي، ولا هيطلع ناشف معاكي، وهيطلع طري وتحفه ومفلفل كده، ولا معجن ولا اي حاجه. كل اللي هياكله بصراحه هيحلب بيه. هنا طبعا بقى قلنا هنعمل السمبوكسه. طريقتي بقى في السمبوكسه سيبك من اي طريقه تانية، دي طريقه امي الله يرحمها، ولا نقول يوتيوب ولا شيفات كبار ولا اي حاجه، طريقه بلدي وسهله وبسيطه وبميه ودقيق، ولا حطينا لبن ولا هنحط فيها اي حاجه. عايزه تعززي الطعم حطي لبن وحطي اللي انت عايزاه، بس انا هقولك بالميه ودقيق طعمها تحفه بصراحه. جبت 4 كوبايات دقيق، حطيت عليهم 2 باكيت فانيليا، حطيت عليهم ربع معلقه بيكنج باودر، وحطيت هنا ذره ملح ومعلقه سكر صغنونه، وتقلبي المكونات الجافه كلها مع بعضها كده، وننزل عليهم بالميه حبه حبه بقى. الاول هنبسس، نحط هنا، انا هنا حاطه معلقه سمنه بلدي، وحط عليهم 3 معالق زيت.
عايزه تخلي ال4 زيت خليهم، عايزه تحطي 2 سمنه و2 زيت حطي، بس انا هقولك هي المقادير كده مظبوطه عشان ما تطلعش معاكي السمبوكسه طريه. احنا عايزينها هشه وناعمه ومقرمشه، فانت عايزه كل المكونات دي في حاجه واحده، يبقى خليكي بالطريقه بتاعتي دي. هنبتدي نبسس بقى، بما ان كميه الدهون مش كتيره، فالدقيق هيبان معاكي انه دقيق، بس اهم شيء نوزع كل السمنه بالزيت في قلب الدقيق. ابتدي فركي كده، ما يبقاش في حته ما فيهاش سمنه ولا زيت. ونبتدي بقى هنا، انا بوريكي هنا ان بدا اهوت الماده الدهنيه دخلت في الدقيق، بس هي مش كتيره، يعني ان انا بكوم الدقيق كده ويرجع مش دقيق، ما بينزلكيش دقيق، لا عامل زي الكوره كده متكتل، يعني ماسك نفسه. هنا طبعا بدأت بقى انزل بالميه حبه حبه، ميه دافيه. انزلي بقى، وحطيت نص معلقه فانيليا، ما تنسيش الفانيليا، بصراحه انا بحبها في رمضان في السمبوكسه والبقلاوه والحاجات دي، بتحسسني بروايح رمضان كده. هنبتدي بقى نعجن حبه حبه كده. ما تنزليش بميه كتير، عشان طبعا الدقيق ده متبسس، فمش هينفع ان انت لو ساب منك او كترتي الميه تحطي دقيق كده، هتبوظي الوصفه. فحاولي ان انت تحطي معلقه في الدقيق من الميه، علشان طبعا نوصل للعجينه اللي هي اللي انا هوريها لك دلوقتي. صليتي بينا على النبي، قول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. والله من انجح الوصفات في السمبوكسه الطريقه بتاعتي دي، وهوريكي هتعرفي تبططيها ازاي، وهتبقى جميله وتحفه. انا عامله كميه يعني، علشان طبعا انا عامله 4 كوبايات، يعني نص كيلو دقيق. طبعا كنت نازله في اليوم ده وبنزل بعد الفطار، فانا واخواتي بيحبوا السمبوكسه من ايدي والبقلاوه والحاجات دي، فانا كنت مكتره عشان طبعا اخد معايا وانا نازله. هنا شايفين العجينه ناعمه وطريه وكلها وفاتحه كده، فهنسيبها بقى هنا ترتاح لمده تلت ساعه. وهنحضر هنا الحشوه بتاعتها، جوز هند، سوداني، عايزه تحطي اللي تحطيه بصراحه انت ومقدرتك. هنحط عليهم معلقه سمنه بلدي برضو عشان تبقى الحشوه طعمها تحفه، وهنحط هنا معلقتين شربات عشان طبعا لما نيجي نحشيها الحشوه ما تقعش منك. وابتدي قلبي بقى المكونات هنا كلها مع بعضها، يعني شوفي في ثواني على ما عملت الاكل، مثلا سبت الاكل على ما قبل القرآن كده، ابتدي اعلق عليه، اشغل عليه النار يعني. قلت اعمل حاجة حلوة برضو، بما اني بقوم متأخر اليومين دول فمش هتفرق معايا. شقتي بره ادام نضيفة ومنضفاها ونشرة غسيلي وكله، خلاص ساعتين في ثواني اكون انجزت، عملت حلو ومشروبات يعني ما تعطليش نفسك. ولو تقولي خلاص طول ما انت قاعده تقولي خلاص الوقت جرى، لا والله العظيم لو نص ساعه هتنجزي وهتعملي اكل برضه. هنا طبعا بدأت بقى اكورها، ممكن تفرديها كلها مرة واحدة، تكوري العجينة على مرتين وتفرديها بالفرادة كده، بس انا شايفة والله الكور كده كانت احسن لي، وفي نفس الوقت في التشكيل عرفت اظبطها. دي طريقة امي، كنا بنقعد نكور على الطبلية وانا صغيرة كده، وتفضل بقى نبطط واحدة واحدة. طبعا هنا الطبق ده فيه زيت، بدأت ادهن الرخامة زيت من تحت وابتدي افرد بقى. الطريقه دي بقى بصي، لما بتيجي تحطي الزيت بتلاقي العجينه اتفردت معاكي زي الملبن كده، ولا قطعت ولا اي حاجه. رققي بس مش ترققيش قوي عشان طبعا الحشوه ما تبانش منها او تتقطع منها. هنبتدي نحط الحشوه في النص ونبل بقى هنا الطرف من هنا ومن هنا عشان نعرف نقفل عليها. ولا بصوا مفيش اسهل من كده ولا اطعم من كده، اقسم بالله. بصوا كل اللي كلها حلف بيها، وكله عايز يعرف الطريقه انت عاملاها ازاي، يعني انها رقنقه وفي نفس الوقت منفوخه كده وتحفه. وهنا طبعا بالمعلقه بقى بدات اكومها من قدها شكل، يعني عايزه تقفلي بالشوكه قفلي، بس انا شايفه الشكل ده حلو. انت وطريقتك. عندك العجله اللي هي بتاع القراقيش والكحك والبسكوت والكلام ده، ممكن تعملي نقرشه جميله، بس انا حبيت اعمل شكل جمالي برضو ما يتعبنيش، وفي نفس الوقت سهل واقدر اطلع شكل في الاخر حلو. هبتدي هنا برضو افرد اللي هي واحده كمان، انا معلش بطول في الفيديو بس علشان انك تشوفي مره واتنين اتعملت ازاي. تفضلي تبططي بالراحه كده، هي مع الزيت من تحت هتلاقيها فردت معاكي. صدقيني طريقه الزيت من تحت دي جميله، وفي نفس الوقت بتدي قرمشه جميله، ومن جوه هي طريه، والسمنه مديها طراوه كده، يعني ناشفه وطريه في نفس الوقت. ابتدي بقى اقفلي كده، ونقوم جايين عاملينها برضو بالمعلقه كده، من ظهر المعلقه كده تقومي جايبها خطوط كده، هتبصي تلاقيها اتشكلت معاكي في ثواني وبس. بصوا والله العظيم جميله، ومن اجمل الحلويات اللي بتطلب مني طول شهر رمضان من قرايبي واخواتي وكله. نازله هاتلنا عامليننا سمبوكس، نازله اعملي سمبوكسه كده والله. يعني ما اجي اقول لهم انا هنزل النهارده،
عامله حاجه حلوه، يا مثلا لو عامله بلح الشام او حاجه، لا احنا عايزين سمبوكسه. بس الكلام ده بيكونوا قايلينهولي قبل الفطار، يعني ما اقول لهم انا هنزل النهارده يقولوا لي خلاص اعملي لنا كذا، وانت اللي هي بالذات السمبوكسه دي اللي بتطلب مني طول شهر رمضان. إيه ليه؟ لان طريقتي فيها مختلفه وطريقه حلوه وفي نفس الوقت طعمها جميل وما بتستناش، يعني وحتى لو باتت معاكي بتفضل مقرمشه ومحتفظه كانك لسه عاملاها النهارده، يعني مش هنقول بتطرى مثلا تاني يوم او الكلام ده، لا. إيه لو عملتي منها كميه وسبتيها على الرخامه كده وتاني يوم يعني هتاكليها برضو حاجه من ضمن الحلويات في رمضان اللي هي ممكن تبات وتاكليها تاني يوم، ما تقلقيش خالص. طبعا هنا بقى احنا بعد ما هشكلها هسيبها قيمة ربع ساعة او تلت ساعة ترتاح على الصواني كده. فانا هنا كنت قلت خلاص هسيبها بقى ترتاح على ما اعمل الرز. هنا كنت شطفت بقى الرز بعد النقع، خلاص كان شرب المية خالص، شطفته شطفة حلوة. وهبتدي احط العقد الطبيعي بتاع الرز زي الرز المصري بتاعنا. هيغطي وشه بس، وهتشوفي احلى رز مفلفل. وهنا نظبط الملح بتاعه برضو، يعني هنا هتحطي بقى الملح تبع ما انتي بتحبيه مظبوط، يعني انا هنا حاطه الملح في المظبوط. شايفين الميه بقى؟ هنا هزود بس بق صغنن عشان إيه يبقى مغطي الوش بس شويه. وهي دي بقى اللي بصوا، ولا هتقولي عقد بقى الرز مثلا ده لا ده قليل او كده، لان انا نقعته تلت ساعه، فالنقع ده وصلهولي ان هو يبقى زي الرز المصري بتاعنا، يعني ده العقد الطبيعي اللي انا بحطه للرز بتاعنا احنا المصري. ده الرز البسمتي بقى نفس العقد بالظبط، بس الفرق ان ده اتنقع واتغسل واتشطف من الميه بقى، خلاص كان شرب الميه، وبدات احط له العقد العادي بتاعنا. هنا بقى كنت بحمر بطاطس عشان خلاص القرآن بدأ يشتغل، وقلت هنا احمر السمبوكسة. حطيت زيت بقى هنا وهنزل بقى واحدة واحدة، ولا هتفك ولا اي حاجة، انا مقفلاها كويس. وفي نفس الوقت الحشوة هتفضل فيها، بصوا هتشوفوا شكل بصراحة تحفة. وهنا هنسقيها بقى طبعا شربات خفيف كده، مش هنغطسها في الشربات، لا انتي عندك هنا الشربات بالمعلقة كده تمرريه عليها بعد ما تطلع وهي سخنة على طول كده، عشان ما تبقاش مسكرة قوي. شايفين بقى الشكل والتحفة والجمال؟ ايه ده نفافيخ. حطيلي لايك يلا بسرعة، واشتركي لو انت مش مشتركة. وهنا طبعا خلاص كنت عملت الكفتة والرز، وخلاص كنا مستنيين الأذان بقى، ومحضرة المشروبات وكله. يوم جميل، ربنا يديمها علينا نعمة يا رب، ويعود علينا رمضان وعليكم بالخير يا رب. وما نخرج من رمضان لو احنا مجبور بخاطرنا جبر يتعجب اليه اهل السماء والارض جميعا. انتوا كل اللي بيسمعني وهيكتب امين في الكومنتات عشان اعرف ان انت كملتي معايا للاخر. واشوفكم في فيديو جديد مع الف مليون سلامة.